التعلق بالدنيا هو أعظم أسباب قسوة القلب. الإنسان إذا تعلق بالدنيا وتعلق بالأمور المادية وغفل عن الآخرة لا شك أن قلبه يقسو. الإنسان بشر من لحم ودم، إذا كان طيلة وقته في الدنيا ومتعلق بالدنيا ومتشبث بها وحديثه في الدنيا ومناقشاته في الدنيا وكل أموره في الدنيا، وإذا أتى بالعبادات أتى بها على صورة عادات، فلا بد أن يقسو قلبه. لكن إذا أراد أن يرق قلبه فليقلل من التعلق بالدنيا وليكثر من ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا أبا سعيد، إني أجد قسوة في قلبي فما العلاج؟ فقال له الحسن: أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله تعالى. أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله تعالى. وهذا المعنى معنى صحيح، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله عز وجل قوي تعلقه بالله سبحانه، وضعف تعلقه بالأمور المادية وبالدنيا. وهذا من شأنه مع مرور الوقت أن يحصل للإنسان معه رقة في القلب وخشوع، وهذا من أعظم فوائد الإكثار من الذكر. ولهذا أمر الله تعالى به فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأعظم ما تذاب به قسوة القلوب كثرة ذكر الله عز وجل. يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه، يكثر من تلاوة القرآن، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإكثار من ذلك هذا من شأنه أن يذيب قسوة القلوب.